مؤتمر ستار مرة أخرى والفاشية التركية تكشف عن حقيقتها الإرهابية ووجهها القبيح بارتكابها مجزرة بشعة يندى لها جبين البشرية في العاصمة الفرنسية باريس، مستهدفة الجمعية الثقافية الكردية بهجوم مسلح راح ضحيتها 3 شهداء و4 جرحى من النشطاء الكرد في قلب عاصمة الثقافة والفن وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتأتي هذه الجريمة مع اقتراب الذكرى العاشرة لاستهداف رفيقاتنا الناشطات الكردية الثلاث في عام 2013، وأيضا كانت تلك الجريمة في باريس، مما يوحي بالجهة المستفيدة من ارتكاب هذه الجريمة بحق الكرد وخاصة بشخص المرأة وحريتها. والهدف هو إسقاط صوت المرأة التي أصبحت رمزا وبشعار جنجيانا آزادي، وبذلك إسقاط صوت الحرية والديمقراطية والعيش المشترك وحرية المرأة خاصة والشعب الكردي عامة المتحققة على أرض روجافا وشمال وشرق سوريا الديمقراطية المتحالفة مع التحالف الدولي لمحاربة إرهاب داعش. وكما كانت الفاشية التركية وراء اغتيال رفيقاتنا الثلاث عام 2013، فمن المؤكد أن أجهزة الاستخبارات الدول الفاشية التركية وأدواتها من الظلامين القومجيين الحاقدين أيضا وراء هذه الجريمة التي يندى لها جبين البشرية. ونحن في مؤتمر ستار ساحة شام ندين ونستنكر وبشدة هذه الجريمة الشنعاء، ونطالب بالسلطات الفرنسية بأن تضع مصالحها جانبا وتقوم بواجبها الأخلاقي أولا وواجبها الإنساني المتمثل بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية بفتح تحقيق شفاف وواضح وكشف الحقائق أمام الرأي العام العالمي والفرنسي والكردي بكشف الجهة التي تقف وراء هذه الجريمة وجريمة عام 2013 أيضا، كما ونتوجه في ذات الوقت لعائلات الشهداء بأحر التعازي ونؤكد إصرارنا وتمسكنا بالقيم الديمقراطية والحرية، وأن الفاشية التركية التي تستهدف إرادة المرأة الكردية في كل مكان وتحاول النيل منها لن ولم تستطيع تحقيق غايتها من إسقاط صوت الحق وصوت المرأة الحرة، وأن إرادتنا صلبة ونحن سائرون على نهج شهداء وبشخص الرفيقة ساكينة وليلى وفيدان وآفين وجميع شهداء حرية كردستان نعاهدهم بالسير خلف خطاهم دون كلل وملل حتى تحقيق النصر على أعداء الإنسان والإنسانية بالعدل والمساواة والحياة الحرة الكريمة التي هي ضمان للمجتمعات العاشقة للحرية، المجد والخلود للشهداء، الخزي والعار لأعداء الإنسانية والفاشية التركية وأدواتها الوحشية. عاش مقاومة المرأة الحرة وعاش حرية القائد آقو. آزادی جنجیانا آزادی جنجیانا آزادی جنجیانا آزادی شهید نام